وش رايكم بسلطان؟ سلطان ذا عسل، دمه خفيف وقلبه طيب ورجال. اعوذ بالله اعوذ بالله. وقاعد تفكرني وتقول لي الدنيا متفتى. ورب الكعبه انت لو مت على هذه العقيده انت مشرك ضال اصلا مخلد في نار جهنم ان لم يتب عليك الله. ايوه رب الكعبه. بقول لك حبيبي قول. انا واشر ميتين انا وياك راح نشوف منه بالجنه ومنه المخلد. ايوه يا عم ضمنتم الجنه بقى. الله اكبر ضمنوا الجنه. الله قال عن المؤمنين والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، قلوبهم خائفه الا يقبل منهم. لكن الشيعي يقول لك بكره نشوف انا في الجنه ولا انت اللي في الجنه. انا بقى عندي الامام علي قسيم الجنه والنار، والامام الحسين هو اللي هيحاسبني اما اموت. اما اموت الامام الحسين اللي هيحاسبني، ومبعث من قبري الى يوم القيامه عندي الامام علي قسيم الجنه والنار. فالجنه بتاعتنا احنا تبعنا، انتم مالكم شيء. صح؟ شلون حبيبي؟ الجنه تبعكم، تبع الامام قسيم الجنه والنار. احسنت. حبوا علي جنه من النار. نفس قول النصارى، وقالوا يسوع بيحبك ومات عشانك، يسوع بيحبك ومات من أجلك. فخلاص بقى الدين كله تحب الإمام علي. طب الله سبحانه وتعالى قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فين القرآن اللي انت بتقرأه يا شيخ؟ وانت بينطبق عليك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فين القرآن؟ ما قرأتش الآية ديت؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا قريناها. قرأتها يعني الأمر لله مش لعلي رضي الله عنه. نفس النبي صلى الله عليه وسلم مو نفس. لو مو نفس نفس يعديش يشفى. شلون يشفى؟ لا يملك شيء، لابد أن يستأذن من الله تبارك وتعالى، ثم يأذن الله تبارك وتعالى له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لابد أن الله يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ويرضى عن المشفوع فيه. ولكن الشفاعة ليست ملك للنبي. هل الشفاعة ملك للنبي؟ الشفاعة ملك للنبي؟ حكاها إن هو إلا وحي يوحى. الشفاعة ملك للنبي؟ نعم ولا لا؟ ملك النبي نعم. أعوذ بالله. من قلت لك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. هذا ليس حديث ولكن مقولة. الله قال قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة. قل لهم يا محمد. الله يعلم ان في واحد مشرك هيجي اسمه الشيخ لؤي هيجي يقول لك لا الشفاعة ملك لفلان وملك لفلان، وهيجي ناس مثلك. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا قل لله الشفاعة جميعا. النبي يشفع. النبي نعم يشفع. النبي يشفع له. النبي يشفع والملائكة تشفع والمؤمنين يشفعون، المؤمنون يشفعون والأنبياء يشفعون. نعم بس الشفاعة ملك لله، ولابد ليها من شرطين اللي أنا قلت لك عليه. إن الله سبحانه وتعالى يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. بالضبط. يعني باش عقبة يشفع لك أبو بكر. اللهم ارزقنا شفاعة الصديق رضي الله عنه اللي اختاروا الله تبارك وتعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين والله معاه، والنبي يتزوج بابنته، وكل الأبواب تغلق إلا باب الصديق، ويقف مع النبي صلى الله عليه وسلم من تفعل الإسلام بمال أحد كانتفاعه بالصديق وبعثمان رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصديق في الصلاة. ما تفتحنيش امال لطمة. إذا أحكي أنا حكيت أو حاربت أبو بكر باطل أو مو باطل؟ تحارب أبو بكر اللي ربنا اختاره أن يكون بجوار قبر نبيه من 1400 سنة. أنت ممكن تختار وترمى في مزابل التاريخ بجوار قبور اللطامة الزحافة، لكن قبر أبو بكر. بس جاوبني أنا إذا حاربته وتجاوزت عليه باطل أو مو باطل؟ باطل. الإمام علي الخليفة الرابع تعترف به، ليش عائشة بنت أبو بكر طلعت عليه؟ طيب شوف احنا قاعدين نقفز من شبهة لشبهة، بس الحمد لله لأني واثق في ديني أجيبك. تعالى، أين قال علي بن أبي طالب لأم المؤمنين عائشة الخارجة على إمام زمانها؟ تفضل. موجودة صدقت انت؟ هاتها من كتبك، أتحداك. من كتبي أنت عاجز، هات لي من كتبك إن الإمام علي نادى عائشة رضي الله عنها قال بالخارجة على إمام زمانها. أطلعها بكتبك؟ أطلعها؟ يلا من كتبك أو كتبي. يلا لا من كتبك يلا. زين الزبير ايش رجع الزبير؟ هات من كتبي أو كتبك إن علي نادى أم المؤمنين قال يا خارجة على إمام زمانك.
ها، وإذا طلعت لك تثبت تتبرأ معها؟ يلا تتبرأ؟ يلا أتبرأ من الطاهرة العفيفة اللي ربنا أمرها بتبليغ القرآن والسنة، إلا الله سبحانه وتعالى قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة اللي هي السنة. وما أمرش إمامك المهدي إن يبلغ مسألة في الحيض، يعني كيف تتطهر النساء في الحيض. ما بأمرش إمامك إنه يبلغ بذلك، وأمر أم المؤمنين بتبليغ القرآن والسنة، وعايزنا نتبرأ منها يا شيخ لؤي. أنت اتعلمت الدين فين؟ ما أنتوا لكم حق الاستثناء يقبلكم من أفواهكم. توب إلى الله بقى يا شيخ لؤي. والله أنا جاي أنصحك والله. تتسنن يا شيخ لؤي. قول معايا: أشهد أن لا إله إلا الله. قول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. اهتدى الشيخ لؤي، الحمد لله. كان معكم شيخ الشيعة لؤي، اسمه لؤي إيه؟ كان معكم شيخ الشيعة لؤي كريم، واهتدى بفضل الله تبارك وتعالى على يد رامي عيسى، ونطق الشهادتين معنا إن شاء الله بإذن الله. يا شيخ لؤي بقى ابقى اتواصل معاك بعد البث وابعت لك الوضوء الصحيح والصلاه الصحيحه، لان صلاتك باطله ووضوءك باطل. ومن النهارده يا شيخ لؤي ما تخليش حد يبوسك من بقك، لا حد يقبلك من فمك، لا السيستاني ولا خامنئي ولا جابوا اي احد. وخليك معانا على العقيده الصحيحه السليمه يا شيخ لؤي. هي دي العقيده السليمه، وده الاسلوب اللي ينفع مع المعممين اللي بيجادلوا. علمتم يا اهل السنه والجماعه، علمتم ان هؤلاء يعني اسود في ايش؟ في المراوغه. يراوغ كيف؟ بقاله 30 دقيقة ولا 31 دقيقة لم يستطع أن يجيب على سؤال: ما الحكمة من تنصيب الأئمة؟ قفز. آخر سؤال كان عن أم المؤمنين عائشة، قبلها قفز على أبو بكر الصديق، قبلها على الصحابة، كل شوية يقفز من سؤال لسؤال حتى يتهرب ولا يجيب. لكن أنا معاه علشان عارف إن في شيعة عقلاء بيسمعوني، لأني أعلم أن يوجد شيعة عقلاء سيقبلون الحق مني بإذن الله تبارك وتعالى. كان معكم شيخ الشيعة لؤي كريم من العراق.